في لحظة بتتحول الحياة كلها من بيت دافي لحضن بارد، من كلمة حب لصوت بيطردك. في ستات بيقعوا بس مش بيموتوا، في قلوب مكسورة بس بتتعلم تحب تاني حتى لو مفيش حد بيرد لها الحب ده. دي حكاية اتحطت في أصعب اختبار، مش بس اختبار أمومتها، لأ، ده اختبار لإنسانيتها، لصبرها، لإيمانها. اسمعوا معايا الحكاية دي اللي بدأت بانكسار وانتهت بانتصار رغم كل الألم. ولو مش مشترك في القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس. يلا بينا نبدأ. عمري ما كنت أتخيل إن أكتر حد حبيته هيكون أول واحد يسيبني وأنا محتاجة له أكتر من أي وقت. يعني إيه طفلة هتتولد عندها كده مش فاهم، قالها ببرود وعينيه ما فيهاش أي تعاطف، كأنه بيكلم واحدة غريبة عن طفل مش طفله، عن حياة مش حياته، عندها متلازمة داون. رديت وأنا صوتي بيترعش بس كنت واضحة. الدكتور كان قايل وأنا عرفت، وهو كمان دلوقتي عارف. أنا مش قابل ده. بص من الشباك كأنه بيهرب من الحقيقة بعينه. بس دي بنتنا، قلتها وأنا بحط إيدي على بطني. كنت حاسة بيها، كنت بحبها قبل ما تيجي للدنيا ومش ممكن أتخلى عنها. تمام، غوري معاها بقى. ساعتها حسيت إن الكلام مش حقيقي. يمكن قالها وهو متوتر، يمكن خايف ومش عارف يتصرف. بس لأ، بعد الولادة وفي أقل من أسبوع كان مطلقني ورميني بره البيت بشنطة قديمة بايظة، والبيبي بين إيديا لسه مولودة ولسه بتتنفس بالعافية. قعدت على الأرض في الشارع وقت الفجر، حطيتها في حضني وغطيتها بالجاكيت بتاعي وقلت يا رب احفظها وما تحوجناش لحد، ارزقنا من عندك بمكان بس نعيش فيه. قربت منها وهمست، ما تخافيش يا روحي، أنا معاكي ومش هسيبك حتى لو الدنيا كلها قفلت أبوابها في وشك. أنا هفتحلك بابي. وأيوة بكيت كتير، بس مش عليها، بكيت عليه، على قساوة قلبه وعماه، قلبه الحجر اللي رمانا في الشارع وأنا ما عنديش مكان تاني أروحه. النهاردة وأنا ببصلها وهي نايمة جنبي مش مصدقة إن في حد ممكن يرفض ملاك زي ده. عينيها أجمل عينين شفتهم، فيها قوة بتسندني وأنا بقع. وأيوة أنا كنت في الشارع بس ما كنتش لوحدي، ربنا كان معانا وهي كانت معايا، وده كان كفاية علشان أبدأ من جديد. في يوم وأنا واقفة في طابور المستشفى والبنت نايمة على صدري، جه واحد لابس شيك قوي وشكله راقي. انت آية؟ سألني بصوت هادي ومحترم. رديت أيوة. رديت وأنا خايفة مش عارفة هو مين. أنا أستاذ هشام، مدير شركته القديمة، قالها وهو بيقصد طليقي اللي سابني. عرفت اللي حصل صدفة وما قدرتش أسكت. انت ما تستحقيش اللي حصل، والبنت دي كمان هو ما يستحقهاش. سكت، معرفتش أرد، بس عينيا غرقت بالدموع. بصلي وقالي أنا دورت عليكم كتير جدا لحد ما وصلتلك، في وظيفة في الإدارة ومحتاج حد ملتزم، شغل ثابت وتأمين، وهشوفلك مكان جنب الشركة تقعدوا فيه. عارف إنك في وقت صعب ودي فرصة وأنا عايزة أديهالك. كنت مصدومة. سكت وهو ابتسم وقال وبالنسبة له هو ما بقاش عندنا، احنا طردناه. في الوقت ده حسيت ان الدنيا ابتدت تردلي شوية من اللي خدته مني. مش انتقام، بس لأن ربنا بيعوض، بس عوضه جميل وبيقدر يبعتلك العوض ده في الوقت الصح ويوصلك لحد عندك. بصيت للبنت اللي في حضني وضغطت على ايديها الصغيرة، والأول مرة من شهور ابتسمت من قلبي. لما الناس قفلت في وشها الأبواب فتحت بابها لقلب بنتها، ولما اترمت في الشارع لقيت السما أقرب ليها من البشر.
اتخذلت اتكسرت أكيد، بس ما وقعتش، لأن اللي عنده سبب يعيش عشانه بيلاقي القوة جوه ضعفه. وهي بنتها كانت السبب، وكانت الهدية، وكانت العوض اللي ربنا بعته في حضنها علشان تعرف إن عمرها ما كانت لوحدها. وساعات ربنا ما بيبدلش الوجع بفرح، هو بيبدله بمعنى، والمعنى ده بيغير كل حاجة. وبكده خلصت حكايتنا، انتظرونا في الحكايات اللي جاية. سلام.